بالنسبة للمدافعين لازم تبقى دارس المنافس اللي هيرفع الكرة برضه وطريقة لعب المهاجم كمان عشان تعرف تسبقه وتطلع الكرة قبله، وخليك دايما قريب من المهاجم ويبقى في وشك، واوعى يلف من وراك ويبقى في ظهرك عشان لما هيعمل كده هيخرجك بره اللعبة. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ راح فين اللي كل شوية يطير وعامل لي فيها خفاش؟ متابعة الكرة والتوقيت، لازم والكرة جايه لك تبقى باصص عليها ومتابعها وهي في الهواء، وده هيفرق معاك في حاجتين: اول حاجة قرارك هتلعبها ازاي براسك او برجلك، وتاني حاجة التوقيت اللي هتنط فيه ولا يكون بدري او متأخر. وكل ده طبعا للمهاجمين، انما المدافعين دايما تبقى قريب للمهاجم وسابقه وما تخليش الكرة توصل له من الاساس. فاهمني؟ نفسك ايه؟ القرار اللي هو مكان ضرب الكرة من راسك او رجلك، يعني مثلا لو هتلعب الكرة براسك لازم تلعبها من الجبهة، وتقدر تشوطها بقوة بإنك تحرك صدرك العلوي وراسك من ورا لقدام قبل لمستك ليها، وعينك لازم تبقى مفتوحة عشان تبقى شايف هتوجهها فين وهتلعبها من أنه جزء من جبهتك.